السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. كل سنة وحضراتكم طيبين. الشهر المبارك جاي كده يجري علينا، فعايزين بقى نوفر وندبر بصراحة في الشهر الكريم. الشهر يا جماعة مش أكل وخلاص ولا شرب، عايزين كده نوفر وندبر. طبعا أنا النهاردة كده عملت شوية كفتة ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا ربنا يبارك لي فيها يا رب ويحفظها. اختي هي اللي كانت عاملاها لي في مصر، ربنا يا رب يبارك فيها. طبعا بقول لك متشكره جدا 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 حبيبه قلبي روبي، اختي حبيبتي. طبعا دي كفته، كفته لحمه محطوط عليها رز وخضره وبصل وتوم وكل حاجه، جميله جدا جدا ما شاء الله تبارك الرحمن، احسن طبعا من اللحمه. عايزين بقى يا جماعه نوفر بقى في الايام اللي احنا فيها دي بصراحه. طبعا هي كانت جايباها لي متلجه، انا فكيتها. وبقينا بقى نصبحها كده ما شاء الله. صبعناها بقى وقلنا بقى نقليها. ممكن تقليها كلها وتحطيها في الفريزر مقليه، بس بصراحه انا بحب كده اعمل بالطلب، فقلت طبعا دي بقى انا قليتها كده وهحطها بقى طبعا في التلاجة في الفريزر، تطلعيها بقى كده جاهزه في رمضان. كل سنه وحضراتكم طيبين وبخير. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم امين يا رب. وطبعا حاجه موفره يا جماعه، مش لازم بقى كل يوم نعمل بقى فراخ ولحمه وسمك والكلام ده خالص. طبعا لازم كده نمشي امورنا، لان بصراحه الميزانيه خربانه خالص. فربنا يا رب يعين الناس، اللهم امين، في الغلاء اللي احنا فيه دون. طبعا انا صبعت كده منها شويه وقلت بقى اقليهم كده معاكم عشان تشوفوا بقى منظرها كده لما تطلع. بصراحه بتبقى طعمها جميل جدا جدا جدا، بس طبعا لازم اللي يعملها لكم ما تكترش فيها الرز، يعني عشان طعم اللحمه كده يبقى فيها زي ما حضراتكم شايفين. تعمليها بقى تحطي كده عليها في الطبيخ بطاطس، تعمليها بسله وتحطي عليها الكفته. ما شاء الله في اي نوع طبيخ ممكن تحطي كفته في قلبيها. عايزه اقول لكم يا جماعه كانت يوميها والله العظيم ريحه المطبخ كلها اكني بشوي لحمه بصراحه. بقول لك يا روبي تسلم ايدك يا حبيبه قلبي، ربنا يا رب يبارك فيك يا حبيبتي ويخلينا لبعضين، اللهم امين يا رب. وطبعا يا جماعه بشكركم، ربنا يا رب يبارك فيكم ويحفظكم، وكل سنه وحضراتكم طيبين، اللهم بلغنا رمضان. عايزين بقى يا جماعه كده في الشهر الكريم ما نزنقش نفسينا كده في المصاريف. لازم كده نعدي ايامنا، والحمد لله نعمه وفضل والله العظيم. لو عملنا اقل تكلفه طبعا الحمد لله نعمه وفضل. طبعا كده انا قلت بقى ايه اصبع كده قدامكم شويه عشان تبقوا عارفين. ممكن نعمل صوابع وممكن نعمل كور كده، بس بصراحه ما عملتهاش الكور. زي ما حضراتكم شايفين ما بتستهلكش يا جماعه زيت خالص، بس المهم ان انت تحطيها كده بطاسه صغيره عشان ما تستهلكش منك زيت كتير. وبألف هنا وشفا طبعا، وربنا يا رب يحفظكم ويبارك فيكم. اتمنى بقى تكتبوا لي في الكومنتات ايه رأيكم بقى في الكفتة. وتسلموا لي احلى واجدع وخير في الدنيا بحالها. متشكرة جدا جدا جدا. السلام عليكم حبايبي.